ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده طريقه كبده جميله خالص وسهله. انا الكبده طلعتها من الفريزر ونقعتها شويه في ليمون وفي شويه من التتبيله اللي انتوا هتشوفوها ديت. تمام. حطيت في الطاسه، سخنت الطاسه قوي، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي. تمام. ونزلت عليها بالكبده اهو زي ما انتم ما شايفين، بس المهم بسرعه عشان ما تلحقش تنزل دمها. تمام. اهو هتبتدي تاخد مني لون. تمام. هنزل عليها بفلفل اخضر، فلفل احمر، طماطمين، فصين ثوم، معلقه خضره. تمام. ضربتها بيهم، هسيبها كده زي ما انتم ما شايفين. هرش دلوقتي عليها فلفل اسمر، احط عليها ملح، احط عليها 7 بهارات، احط عليها شويه قرفه. تمام. دي التوابل اللي انا بحطها، وما بحبش اكتر عن كده عشان تاكل طعم الكبده، احس بيها. اهو زي ما انتم ما شايفين ابتدت تغلي اهو معانا، وانا ببتدي انزل بالتوابل اللي انا لسه قايله لكم عليها. تمام. وببقى كل في الوقت ده انا معليه النار مش بوطيه، عشان انا لو وطيت النار هتنزل دمها وما بتبقاش حلوه. لما بتنزل دمها الطريقه ديت هتنسي فيها الزفاره، هتنسي بقى طعم الكبده اللي هو مش بنحبه قد كده. انا بحب الطريقه دي، وفي طريقه تانية برضه هبقى انزلها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. اهوت زي ما انتم ما شايفين نزلت التتبيله على مرتين، نص الاول وبعد كده بنزل النص التاني. تمام. اهوت وهقعد اقلب بقى شويه كويسين كده، وادي دي القرفه بنزلها. تمام. الطريقه دي زي ما بقول لكم بقى ما فيهاش ضفاره. وللعلم انا ما بحبش الثوم عشان بيتعب لي القولون، فانا مش ببقى مكتره، هما فصين ثوم بالعدد. طريقتها سهله خالص وما بتاخدش 5 دقايق، وتنفع في الصيف في الجو الحر الرهيب اللي احنا فيه ده. لو وصلتي لغايه هنا اتمنى تكوني عملتي متابعه واشتراك في القناه، عشان بسبب دعمكم ان شاء الله القناه تكبر. وهستنى تعليقاتكم وتجاربكم في طريقه الكبده ديت. اهوت هي بعد ما ابتدت تغلي كده شويه انا بغطيها وبسيبها مثلا حوالي 5 دقايق. بس بعد كده بقى بتبقى الصوص تقل شويه، بتبقى طعمها جميل، بتبقى طعمها حلو. تمام. اهو زي ما انتم شايفين انا سايباها برضو تغلي كده شويه اهوت. دلوقتي المفروض ان انا هغطي عليها، ونسيت اقول لكم حطوا خل هنا نقطتين. تمام. احنا بنغطي عليها عشان نسيبها تنزل ميتها وتشربها. تمام. اهوت هنا بعد بقى ما رفعنا الغطا هي الصوص تقل اهوت. تمام. عايزه اقول لكم ان هي تحفه جنب رغيف عيش بلدي. مش عايزه اقول لكم على الطعم التحفه ده. اهوت انا خلاص كده استوت، هحطها في طبق اهوت وجنبها رغيف عيش بلدي اهوت. مش عايزه اقول لكم طعمها كان تحفه تحفه. انا اكلتها كده وحطيت عليها ليمون. الليمون بقى دي اول مره كنت بدوقها كده، تاني مره بقى رحت عصره عليها نص ليمونه كده. يا جماعه خطيره، عايزاكم تجربوها وهستنى تعليقاتكم.